يا مساء الفل على حبايبنا الأهلاوية اللي منورينا دايمًا في كل مكان، أهلًا ومرحبا بيكم حلقة جديدة مع سامح توفيق، قناتكم قناة نادي القرن على اليوتيوب. بس قبل ما نبدأ الحلقة استأذنكم اللي ما اشتركش في القناة يشترك ويفعل زر الجرس، ولو عجبتك الحلقة دوس اللايك ويلا بينا. أنا عمري ما هقدر أنسى أي ذكرى كانت معاه، المحنة آخرها فرحة وبنتعلم من الحياة. في البداية أحب أقول مبروك لكل جمهور النادي الأهلي على ال3 نقط. كانت النهارده عندنا مباراة النادي الأهلي وفاركو. طبعًا المباراة يعني هنتكلم شوية فيها، بس أهم حاجة عندنا دلوقتي نقول مبروك للنادي الأهلي وللجمهور، وترتيبنا الأول كالعادة عندنا 22 نقطة من 8 مباريات، متصدرين الدوري المصري. ما حصلش زي ما كان البعض بيعتقد إن إحنا هنبدأ في نزيف النقاط، أي نعم النهارده كانت المباراة هتروح مننا، بس في برضه بعض المكاسب اللي خدناها من مباراة النهارده. في البداية بس أنا أحب يعني في نقطتين عايز أتكلم فيهم عن المباراة ديّة. أول حاجة إن كولر بدأ يلعب في التشكيل، وأول ما بدأ يلعب في التشكيل بدأ الفريق تحس إن الفريق تايه في الملعب، يعني بيقول لك أنا يعني هو حتى نفسه النهارده في المؤتمر بيقول لك أنا باجرّب قفشة جنب برونو سافيو، مع إن كانت أكتر حاجة منجحانا في الجولات اللي فاتت كلها هو تثبيت الفريق، كان مثبت الفرقة وكان اللي قاعدين احتياطي بينزلوا وهكذا، يا إما مرة يلعبوا أساسي ومرة يلعبوا احتياطي. لكن المرة دي عمل توليفة جديدة، فطبيعي التوليفة الجديدة اللعيبة مش واخدين على بعض، يعني أول مرة يلعب برونو سافيو مع قفش الاتنين، يعني الاتنين صناع لعب، طب ماشي هتلعب برونو سافيو يبقى خليه يلعب وينج يمين أو تلعب قفشه هو وينج يمين، المهم إن الاتنين ما ينفعش يلعبوا مع بعض، الاتنين ما ينفعش يلعبوا مع بعض لأن الاتنين مركزهم واحد، فلازم طبعًا كنت تلعب براس حربة صريح زي مثلا برونو سافيو او شريف او حسام حسن او حتى شادي حسين، لكن ده ما حصلش. واول ما نزلت شريف بدات تعدل الاوضاع من وجهه نظري الاوضاع دي اتعدلت متاخر قوي، وهي في الدقيقه 74 تقريبا او 73 بدات تعمل تغييراتك، ودي حاجه مش مفهومه. يعني انت شايف فريقك متعادل وفريقك بيوصل كتير بس مش عارف ينهي الهجمه، مش عارفين يجيبوا جون، وعمالين يضيعوا كتير، ومن اول هجمه مرتده جت علينا جت جون، ودي مش اول مره تحصل. يعني انا مش هتكلم على مباراه فيوتشر اللي فاتت، لكن انا هتكلم دلوقتي على مباراه فاركو. خلينا في المباراه دي. مباراه فيوتشر اللي فاتت خلاص بحلوها ومرنا ما رضيتش اطلع عشان كان الواحد مخنوق منها اصلا. يعني الفريق اللي قدامك بيلعب ناقص واحد، بيلعبوا 10 لعيبه من الدقيقه 20 ومش عارفين نجيب جون، بل بالعكس يجي فينا جون وهم 10 لعيبه. ما علينا، مش هتكلم على مباراه فيوتشر، انا بس هتكلم على مباراه فاركو الجوله الثامنه واللي يهمنا طبعا في الموضوع ال3 نقط. بس برضو احنا كجمهور بنبقى طماعين شويه، بنبقى عايزين برضو اللعبه الحلوه. احنا شايفين طبعا ما كانش في تناغم، ما كانش في تناسق ما بين اللعيبه، ما كانش في انسجام الا بس في كام كوره. في حظ سيء طبعا لحسام حسن، الكوره بتاعته اللي بالراس اول ما نزل اول كوره يلمسها. في كام هجمه ما عرفوش ينهوها. كنا مستحوذين على المباراة، كنا مستحوذين على الكورة فترات طويلة، لكن بدون فاعلية على المرمى، فبالتالي المباراة تحس ان هي كانت تايهة مننا، اللعيبة كانت تايهة، اللعيبة مش لاقيين بعض. كان في مس باص كتير قوي النهاردة، وللأسف الموضوع ده بدأ يتكرر في آخر مباراتين. فطبعا كولر لازم يشوف حل للموضوع ده، لأن هو كده بدأ يعك شوية. تمام، بدأ يلعب شويه في التشكيله، وطالما بدأ يلعب في التشكيله تحس انه تايه. يقول لك اصل بجرب لعيبه، طب انت ماشي مقعد اكرم توفيق ومقعد حسين الشحات ومقعد ده ومقعد ده ومقعد ده، مفيش مشكله خالص، قعد اللي انت عايز تقعده، بس ما تلعبش في التشكيله الاساسيه، لان هتلعب في التشكيله الاساسيه اديك شفت النتيجه. واحنا مش في وقت التجربه، يعني احنا دلوقتي هتقول لي احنا لسه بدري على الدوري، وانا معاك، انت من وجهه نظرك لسه بدري، بس احنا عندنا سيناريو السنتين اللي فاتوا هو ده السيناريو اللي قالنا انت ما حضرتوش معانا. يعني انت كولر ما حضرش معانا السيناريوهات بتاعت السنين اللي فاتت، السنه اللي فاتت واللي قبلها، والضغط النفسي والعصبي اللي بدا يعملوا علينا الاعلام، وبدا يعملوا علينا المذيعين والمعلقين وي 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 عشان خاطر يضيعوا مننا الدوري وطبعا بجانب طبعا الاجهاد وبجانب الاصابات وي 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 كل ده اتحاد الكوره طبعا كان له عامل كبير فيها، والتحكيم له عامل كبير فيها، واحنا كلعيبه برضو اللعيبه بتاعتنا كان لها عامل كبير فيها ان الدوري ضاع. مش هنتكلم في اللي فات، احنا خلينا في النهارده، احنا عايزين نركز في الدوري ده. الدوري ده يعني مش المفروض انه يروح مننا، الدوري ده لو راح مننا يعني بجد جمهور الاهلي هيبقى في حاله حزن شديد جدا جدا جدا. ويعني ما تعرفش يعني ممكن رد الفعل يكون ايه من بعض الجماهير، لان فعلا ممكن تحصل مقاطعات، ممكن تحصل
طبعا هجوم على الادارات او على اتحاد الكوره او على الحكام. فاحنا مش عايزين اي مشاكل تحصل. احنا كل ما هناك عايزين يدولنا حقنا، عايزين التحكيم يدينا حقنا، ولو هنخسر يبقى احنا خسرنا بشرف، مش زي ما بيحصل فينا. يعني النهارده في ضربة جزاء واضحة لعلي معلول ومع ذلك ما اتحسبتش. الماتش اللي فات برضو كان فيه اخطاء كتيرة، كان فيه المفروض طردين وكان فيه ضربتين جزاء وما اتحسبوش. على العموم هنقول الاخطاء واردة في التحكيم، لكن لما نحس انها بقت اخطاء مقصودة او ان هي بقت حاجات مفتعلة مخصوص ضد الاهلي، هي دي اللي بتخلينا نقلق شويه. فاحنا على الاقل من ناحيتنا احنا كلاعيبه، احنا مش هنتكلم عن المظلوميه والتحكيم وي، بس احنا كلاعيبه لازم نحس بالمسؤوليه شويه وما نديش فرصه للحكام. يعني احنا الجون اللي جابه احمد عبد القادر ده جون جميل، ومن من لعبتين، من اسيست حلو قوي من علي معلول، ماشي ما قلناش حاجه. فاحنا محتاجين نلعب. احنا بنوصل للمرمى كتير جدا 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 وبنضيع كتير، والقانون بيقول لك اللي بيضيع بيستقبل، وفعلا ده اللي بيحصل. احنا بنقعد نضيع مثلا بالخمس ست جوان وهوب تيجي هجمه مرتده تيجي علينا جون. فبالتالي لا، احنا مستوى الفريق بقالنا ماتشين ثلاثه المستوى في النازل. مش ده فريق الاهلي اللي كنا بنشوفه، اللي بيبدا المباراه بالضغط العالي زي ما كنا متعودين. فبالتالي عندنا مشكله في التشكيل، عندنا مشكله في التغييرات انها متاخره خالص، الدقيقه 73 74. يعني احنا المفروض نكون حتى اتعلمنا شويه من كاس العالم. يعني ده فرنسا في نهائي كاس العالم عمل تغييرين في الدقيقه 4 في الدقيقه 40، يعني قبل نهايه الشوط الاول لما لقى المباراه ممكن تروح منه. فبالتالي احنا لازم نتعلم من حاجه زي دي. التغييرات تبقى بدري شويه، مش هنقول لك تعمل تغييرات في الشوط الاول، على الاقل اعمل تغييرات بين الشوطين، على الاقل اعمل تغييرات ما تزيدش عن الدقيقه 60. يعني 55 60 بالكتير قوي 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 تكون عامل تغييراتك، عشان اللعيب اللي هينزل هياخد له بتاع من 5 ل 10 دقايق على ما يخش في الجيم كمان. يعني على ما يتاقلم ويخش في الجيم وياخد حساسيه المباراه هياخد له بتاع 5 دقايق ولا 7 دقايق. فبالتالي يعني عندنا مشكلتين: التشكيل انه لازم يتثبت، دي حاجه. تاني حاجه عندنا التغييرات لازم تبقى بدري، ده من وجهه نظري يعني المتواضعه. فبالتالي المشكلتين دولت هم عملوا لنا مشكله جامده النهارده في المباراه. كولر ما كانش له قرايه سريعه في المباراه. مش هنبدا نهاجم ولا هنعمل ولا اي حاجه من دي زي ما كل ما بيعمل دلوقتي، لا احنا هندعم لحد اخر لحظه. بس يا ريت يا ريت يا ريت نفوق شويه، اللعيبه تفوق شويه. يا ريت كولر يشد عليهم شويه، يا ريت الحماس يبقى احسن من كده، ونركز شويه في الملعب. يا ريت قفشه يسيبه من الجمهور، وهتكلم في موضوع قفشه ده دلوقتي. تمام. لكن احنا اهم حاجه عندنا ال3 نقاط، واهم حاجه كمان انا يعني مبسوط بيها الجون اللي جابه محمد شريف في البلس 90. يعني الجون جه في الدقيقه 96 و10 ثواني، يعني هو كانوا 6 دقايق وقت بدل ضايع. طبعا كان في خلال ال6 دقايق دولت، بس عشان انا شفت كام كومنت كده وكام تعليقات من بعض الناس يقول لك الحكم مخلي المباراه لحد لما الاهلي يجيب جون. طب هو الحكم يعرف ان الاهلي هيجيب جون في الدقيقه 96؟ هو احنا اتعودنا على البلاس 90، يعني دي بقت عاده عند الاهلي على طول في البلاس 90. بس المشكله ان الناس مش فاهمه ان اصلا الحكم ادى كارت اصفر لحارس المرمى بتاع فاركو عشان ضيع وقت. معنى كده ايه؟ عندك فاولات، عندك اصابات، عندك الكره بتطلع بره. فالحكم ممكن يزود نص دقيقه او يزود دقيقه تاني، مش عيب. ما هو ياما مباريات كتيره كانت بتبقى 7 دقايق و8 دقايق ونلاقي الحكم وصل للدقيقه 11 و12 بعد الوقت الاصلي، وكلنا بنقعد نقول طب ليه؟ ما هو بيبقى توقف مثلا عشان يبص على الفار، وقف عشان في لعيب وقع في الارض. فكل الكلام ده بيضيفه. اصل هو 6 دقايق ده مش انزل يعني عشان يبقى 6 دقايق هوب لازم يصفر بدقيقه، لا كان في هجمه فمش هينفع يصفر وفي هجمه. يعني الناس برضو لازم يعني تفهم وتعقل. بس احنا هنقول ايه؟ يعني طبعا ده الاعلام المنافس هو اللي بيقول الكلام ده او الجمهور المنافس، واحنا يعني للاسف احنا بننساق وراهم في حاجات كتيره. لكن انا بوضح النقطه ديت ان كان في هجمه في الدقيقه 96 واحنا 6 دقايق. فبالتالي الحكم ادى تحت اللعبه، وهو الحكم مش مغسل ضامن جنه يعرف ان هيجي جون الاهلي. ومع ذلك يعني هي دي النقطه المضيئه في المباراه، فرحه الجون نفسها في الدقيقه 96 هي دي فرحه المباراه. النقطه الوحيده المضيئه في المباراه دي هو فرحه الهدف الثاني، وطبعا فرحه الفوز ب3 نقاط. فطبعا النقطتين دولت هم دول اهم نقطتين عندنا. حلاوه الهدف الثاني اللي جه، تاني حاجه موضوع ال3 نقاط وتصدر الدوري المصري، والحمد لله
هقول لكم دلوقتي برضو ترتيب على الاقل اول 5 فرق. الاهلي الاول لعب 8 مباريات عنده 22 نقطه، الزمالك الثاني لعب 8 مباريات عنده 20 نقطه، عندك فيوتشر الثالث لعب 8 مباريات عنده 18 نقطه، بيراميدز الرابع لعب برضو 8 مباريات عنده 17 نقطه، وبعد كده غزل المحله في المركز الخامس لعب 8 مباريات عنده 16 نقطه. وبصراحه يعني بالنسبه لغزل المحله انا واحد من الناس مبسوط جدا جدا من فريق غزل المحله السنه دي، غير السنين اللي فاتت. لا الفريق له شخصيه في الملعب وهيوصل، وانا اتمنى ان غزل المحله يبقى يوصل دايما للمربع الذهبي، لان انا بحب فريق غزل المحله جدا. تمام، ربنا يوفقهم كده ويوصلوا كمان للمربع الذهبي عشان نشوفه في افريقيا او نشوفه في الكونفدراليه، وربنا يوفقهم ان شاء الله. عاملين فريق قوي قوي السنه دي يعني. تمام، تاني حاجه هتكلم عليها هقول مبروك للاهلي، مبروك لجمهور الاهلي، مبروك لاداره الاهلي المشاركه في كاس العالم للانديه للسنه الثالثه على التوالي، او للسنه الثامنه، المشاركه الثامنه للنادي الاهلي. بالنسبه لكاس العالم للانديه كلنا شفنا الفتره اللي فاتت الاحداث اللي صارت، والشياط اللي في قناه نادي الزمالك بسبب ان الاهلي ازاي يشارك في كاس العالم للانديه. طيب برضو يعني ناس كتير وضحتها، وانا هقولها مره تاني للناس اللي بتشوفني والناس اللي ما شافتش الموضوع، ما تعرفش القصه. كاس العالم للانديه دايما اللي بيروحوا مين؟ بطل افريقيا او بطل اسيا، بطل اوروبا، بياخدوا بطل من كل قاره. هم دول ال5 6 فرق اللي بيلعبوا الايه؟ كاس العالم للانديه كل سنه او كل سنتين. تمام، ايا كان، سواء وانت سمعت كمان هيتلعب كل 4 سنين، يعني ايا كان كل سنه او كل سنتين او كل 4، هي دي الفرق اللي بتشارك في كاس العالم للانديه. طيب لكن لو في بلد منظمه لكاس العالم للانديه، والبلد دي الفريق بتاعها هو بطل القاره، يبقى هو ما بيشاركش بصفته بطل البطوله، بيشارك بصفته المستضيف. فبالتالي من لوائح قانون اتحاد الكره، مين اللي من حقه يشارك بطل للقاره؟ هو تاني واحد بعده اللي هو كان بيلعب معاه في النهائي، اللي هو الوصيف، اللي هو النادي الاهلي. اظن كده دي لوائح ما يعني الاهلي مالوش يد فيها، عشان قاعدين يقول لك ايوه ده عايزين يركبوا الاهلي وسايط مال الوسايط دي لوائح وحاجه شغاله بقالها 15 سنه. 15 سنه القانون ده ما اتغيرش، وشفناه في 2006 و2007 وفي سنين كتيره اتلعبت نفس الفكره. البلد المنظمه حتى لو الفريق بتاعها هو بطل كاس الامم الافريقيه او بطل القاره، ما بيلعبش بصفته بطل القاره او بصفته بطل البطوله، بيلعب بصفته منظم البطوله. فبالتالي الوداد هيشارك، الوداد هو بطل قاره افريقيا السنه اللي فاتت على حساب النادي الاهلي، فبالتالي الوداد هيشارك بصفته ايه؟ منظم الدوله المنظمه او منظم البطوله او مستضيف البطوله. فمين اللي بعده في اللوائح؟ النادي الاهلي. شيء طبيعي، فشيء طبيعي، وده مكانه الطبيعي. خلي بالكم يعني ده مكان الاهلي الطبيعي. دلوقتي قناه الزمالك يعني انا مش عارف ايهاب الفولي الصحفي اللي على قناه الزمالك ده عايز ايه؟ يعني الاهانات والاساءات اللي بقت علني. يعني الاول كنا بنقول هو بس رئيس نادي الزمالك هو اللي بيطلع ويشتم ويسب ويعمل وانتقدناه واتكلمنا في الموضوع ده، والمجلس الاعلى للاعلام ما حدش بيتدخل ومحدش بيعمل حاجه، كله عامل نفسه من بنها وكله عامل نفسه لا ارى لا اسمع لا اتكلم، وسايبينه يقول اللي يقوله وماشي، واتكلمنا وانتقدنا ومع ذلك مفيش حاجه ومفيش فايده، والاهلي يقدم شكاوى كتيره. طب دلوقتي حتى الناس اللي هم المستضيفين في قناه نادي الزمالك بداوا هم كمان يغلطوا عيني عينك باسم الكابتن الخطيب. يعني واحد زي ايهاب الفولي يطلع يقول لك انتوا عارفين ليه الاهلي هيشارك في كاس العالم؟ بيقول لك هو مدرب النادي الاهلي منين؟ طارق يحيى يقول له من فرنسا. طارق يحيى تحس انه مغيب، يعني واحد عايش في بلد تانية مش تبعنا اصلا. فهو رد عليه قال له لا ده من سويسرا. قال له اه ماشي من سويسرا. قال له طيب والاتحاد الافريقي والاتحاد والفيفا مكانه فين؟ في سويسرا. المقر بتاعه فين؟ في سويسرا. طب والكابتن الخطيب بيلبس ساعات ايه؟ رولكس سويسري. عشان كده خلاص بقى الاهلي هيشارك في كاس العالم للانديه. بيقارن. انا مش فاهم الناس دي ايه اصلا. انا مش عايز اقول لفظ يعني ممكن يقفل لي القناه. انا مش عايز اغلط واقول الفاظ، بس هم بيقولوا الالفاظ دي للاسف وعلني. يقول لك الاهلي هيشارك عشان الخطيب بيلبس ساعات رولكس. طبعا موضوع الساعات كلنا عارفينه، تمام.
عشان الخطيب بيلبس ساعات الرولكس الهديه اللي جايه له، اللي هي الساعات السويسريه، فبالتالي الحاله دي الوحيده اللي امن فيها ان الاهلي يشارك في كاس العالم للانديه. ايه الهبل ده؟ ايه الهبل ده؟ ايه العته ده؟ ايه العته الاعلامي ده؟ ايه العته الاعلامي؟ انا الواحد مش عايز يغلط يعني والله العظيم. انا ومجلس الاعلى للاعلام عادي، ما فيش مشاكل. سيبوا القناه ما فيش مشاكل خالص. خليكم لحد ما توصلوا لمرحله ان هم يبداوا ايه، يوصلوا لمراحل بالفاظ خارجه اكتر من كده، وترجعوا تقولوا يا ريت اللي جرى مكانه، يا ريتنا كنا حكمنا الموضوع من البدايه. لكن انتوا بتوصلوا الناس لمراحل اكبر من كده بكتير، وللاسف مفيش قانون، ومفيش رقيب، مفيش وزير، مفيش رئيس اعلام ولا رئيس المجلس الاعلى للاعلام، مفيش اي حد بيحاسب اي حد في اي حاجه. وطالعين يقولوا قناه الاهلي هي اللي بتثير الفتن وبتثير. انا عمري والله، انا بتابع دايما قناه الاهلي، سوري، بيقولوا قناه الاهلي اللي بتثير الفتن. انا عمري ما سمعت لفظ خارج في قناه الاهلي. عمرهم ما غلطوا في حد بالاسم، عمرهم ما استهزأوا او اهانوا حد. الوحيد اللي بيطلع يرد ناشف شويه هو اسلام الشاطر، ومع ذلك مرتضى منصور مش سايبه، هريه ولسه النهارده جايب سيرته، يقول لك اسلام الشاطر وي وهيعمل ويسوي وبتاع. طيب انتوا يعني انا مش عارف بجد انتوا ساكتين ليه على قناه الزمالك دي؟ النهارده خالد الغندور طالع يقول لك الزمالك كان ممكن يشارك في كاس العالم للانديه لو مصر اللي نظمت البطوله. سؤال، هو حضرتك انت والاستاذ المحترم عمرو الدرديري مش قلتوا ان كاس العالم السنه اللي فاتت لما الاهلي شارك فيه، مش قلتوا ان كاس العالم للانديه دوت بطوله شرفيه؟ مش قلتوا انها ملهاش لازمه وحاجه كده كماله؟ مش قلتوا ان الدوري المصري اهم من بطوله افريقيا واقوى من بطوله افريقيا؟ طب دلوقتي انتوا زعلانين ليه على ان الاهلي يشارك في كاس العالم للانديه؟ ده انا سمعت كميه حرقان وشياط من اليوتيوبر او من القنوات الزملكاويه، يا نهار ابيض. ايه يا جدعان في ايه؟ تحس ان الاهلي دوت مثلا جاي فريق بيلعب تبع اسرائيل. تحس ان يعني ده طالعين يقول لك لا احنا ما نشجعش الاهلي في كاس العالم للانديه. ليه يا عم؟ هو ده مش بيمثل مصر؟ لا انا ما اشجعش الاهلي. لسه النهارده احمد عيد مع شبانه يقول لك لا انا ما اشجعش الاهلي. عيد بيساله، شبانه بيساله بكل صراحه هتشجع الاهلي في كاس العالم؟ قال لا انا عمري ما اشجع الاهلي. طب ما هو مش منافس ليك. قال لا عامة احنا ما يشرفناش ان واحد زي احمد عيد ده يشجع النادي الاهلي، مش هيفرق معانا. ولا اي حد زملكاوي يشجع النادي الاهلي، الناس اللي هم المتعصبين. لكن الزملكاويه المحترمين دول على راسنا من فوق. يعني في ناس محترمه وناس بتفهم وناس زي ما انا واحد من الناس قلنا بنشجع الزمالك يوم ما يلعب في بطوله قاريه. لو الاهلي مش بينافسه، لو مش منافس للاهلي، نشجع الزمالك، نشجع بيراميدز، نشجع غزل المحله. اي فريق هيطلع يلعب في بطوله قاريه او في بطوله عالميه لازم هنشجعه، لانه بيلعب باسم مصر يا جماعه. تخيلوا انتوا، طب تخيلوا ان ميدو احمد حسام ميدو الاعلامي، كابتن ميدو طالع يقول ايه البيج رامي؟ طالع عامل فيديو امبارح، بيج رامي باعت له هديه بوكس كده فيه تيشيرتات وفيه مش عارف ايه عشان خاطر فتح محل تقريبا او عمل مشروع، فبعت له هديه بوكس كده فيه شويه هدايا. عارفين في نهايه الفيديو ميدو بيقول له ايه؟ طبعا احنا عارفين ان بيج رامي خد المركز الخامس في الاولمبياد، تمام، ما خدش المركز الاول زي السنتين اللي فاتوا. ميدو طلع يقول له انت طول ما انت بتشجع الاهلي هتخسر. انت ربنا ما كرمكش عشان انت قلت انا بشجع الاهلي وما بحبش غير الاهلي. تخيلوا لما اعلامي يقول لواحد رياضي عالمي زي بيج رامي، حتى وان كان صاحبه، بس يقولها على الهوا ويقولها في فيديو، يقول انت ربنا ما كرمكش عشان ما كرمكش المره دي وما فزتش المره دي عشان انت قلت انا ما بشجعش غير الاهلي. يا نهار ابيض. طيب شفتوا، هو ده الحقد والغل اللي جوه الناس ديت، عشان تبقوا بس ايه عارفين بيفكروا ازاي. واوعى واحد يجي يغرك في يوم من الايام يقول لك ده انا من الناس دي مش من اي حد يجي يقول لك ده انا بحب الاهلي، ده انا هشجعه، ده انا هعمل، ده انا هسوي. لا دول قلوبهم سودا، ما يعرفوش معنى الحب، ما يعرفوش معنى العطاء، ما يعرفوش معنى الخير لغيرهم. لا دول ناس اللي هم في الوش حاجه وفي القفا حاجه. هم دول كده.
وليهم مواقف كتيره وكلها مسجله، كلها مسجله. فطبعا يعني ايه، مش هناخد على الكلام الهايف واللهبل دوت. بس انا بس حبيت اقول لكم يعني كام نبذه كده من اللي بيحصل، سواء في قناه الزمالك او من ميدو او من اي حد زملكاوي بيفكر ازاي من اتجاه النادي الاهلي. هم ده لدرجه ان هم يا راجل يا مؤمن بيفرحوا لو الاهلي خسر اكتر ما بيفرحوا ان الزمالك يكسب. يوم ما الاهلي يخسر مباراه بتبقى فرحتهم على السوشيال، يعني مش قادر اقول لك، اكتر من ان يفرحوا بفرحه ان الزمالك فاز بالمباراه. يعني ده انا مش فاهم ده بيسموه ايه، ده بيسموه ايه للدرجه دي؟ فيه غل قوي جواكم كده. انا افرح طبعا ان فريقي يكسب، وافرح ان الفريق المنافس ليا يخسر، بس مش لدرجه ان انا اطلع احفل عليه بقى، واطلع يعني ازقطط، وواحد يقعد يكسر لي مش عارف ايه قدام التليفون، وواحد مش عارف يطلع يرمي ايه، واحد يحدف على وشه ايه ده؟ في ايه؟ في ايه؟ انا مش فاهم ايه الغل والحقد ده. في ايه؟ هو الاهلي حريقكم او كده؟ هو الاهلي حريقكم او كده؟ نقطه برضه عايز اتكلم فيها بمناسبه الاهلي ومشاركته في كاس العالم للانديه. انتوا عمركم شفتوا اي بلد بتستضيف حد من الدوله المنافسه في حاله ما يكون عندها مثلا مباراه معاها ولا حاجه؟ يعني هضرب لكم مثال. دلوقتي احنا مثلا الاهلي هيلاعب مثلا الوداد مثلا، تمام، على نهائي، او هيلاعب الهلال السوداني، هيلاعب المريخ السوداني. عمركم شفت حد من قناه بتاعت مثلا السودان او بتاعت تبع لفريق المريخ السوداني يستضيف مدرب النادي الاهلي؟ عمركم شفتوها؟ او يستضيف مدير الكره في النادي الاهلي ويعمل معاه لقاء ويقول له هتعملوا ايه ومش هتعملوا ايه والكلام ده؟ عمركم شفتوا الكلام ده؟ طيب الاعلامي هاني حتحوت اللي ياما اتكلمت عليه وبقول انه مش محايد للاسف، هو دايما يقول انا محايد وبعمل وبظهر المشكله عشان خاطر لا 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 لا، دي وراها خبايا خبيثه وحاجات خبيثه. هاني حتحوت استضاف رئيس نادي نادي الرجاء المغربي. ليه استضافه؟ لان رئيس نادي الرجاء قال لك انا احق ان انا العب مكان الاهلي، انا من المغرب، واحنا الدوله مش عارف المنظمه، واحنا عندنا الوداد بطل القاره، يبقى انا اللي اقوم بدور المستضيف. وطبعا اللوائح والقوانين كلنا عارفينها وهاني حتحوت عارفها، ان ممنوع فريقين من نفس الدوله يلعبوا، ممنوع. فدايما بياخدوا وصيف البطوله او التاني البطوله. فبالتالي الموضوع مش محتاج توضيح يا استاذ هاني. انت بتقول انا جايب الراجل عشان اوضح وافسر واعمل. يا باشا الموضوع مش محتاج توضيح. انت حبيت تعمل شو اعلامي، تمام، لصالح الزمالك ولصالح جماهير نادي الزمالك، وتحفل على بعض الاهلاويه ومش عارف ايه الفايده. زي برضو يوم موضوع هناء حمزه، يوم موضوع الكابتن هناء حمزه وبنتها والمشكله المعروفه. حضرتك جبت هناء حمزه وطلعتها وشتمت في الاهلي واتهمته بالتزوير واتهمته بالسرقه وي وي وي، تمام، على الهوا قدامك حضرتك. طب انت جبت هناء حمزه، لو انت اعلامي محايد هتجيب الطرف الثاني، هتجيب حد برضو من النادي الاهلي في الحلقه اللي وراها وتستضيفه وتخليه برضو يتكلم. زي ما اديت فرصه لهناء حمزه انها تدافع وتتكلم وتشتم وتغلط، المفروض تدي فرصه للنادي الطرف الثاني ايا كان هو مين، بس الطرف الثاني في الوداد هو كان النادي الاهلي. تدي فرصه لاي حد متحدث باسم النادي الاهلي تستأذن، زي ما عرفت تطلع هناء حمزه تطلعه معاك، ولازم تطلعه معاك عشان خاطر يوضح وجهه النظر، ما يبقاش الموضوع من اتجاه واحد، والا كده الموضوع باين خالص. فبالتالي حضرتك ليه بتستضيف رئيس نادي الرجاء المغربي وتساله على الموضوع بتاع ده، وتساله على موضوع المشاركه وازاي او احقيته وعلى اي اساس طلع بيان ومش طلع بيان؟ يا عم انت مالك، انت مالك؟ خليك يعني بدل ما تستضيف رئيس نادي الرجاء اللي له كل الاحترام، والراجل بيدور على مصلحه فريقه ومش هنقدر نتكلم. يعني واحد بيدور على مصلحه فريقه او يعني عادي براحته، حقه. لكن في الاول وفي الاخر الموضوع كله فنكوش، لان فيه لوائح. كل الاحترام لفريق الرجاء المغربي. احنا بنتكلم دلوقتي في ايه؟ في لوائح، مش بنتكلم، مش بنألف. وحضرتك عارف ان في لوائح وفي خطاب رسمي وصل من اتحاد الكوره
للنادي الاهلي بمشاركته في كاس العالم للانديه. خلاص الموضوع يعني اتقفل، الموضوع اتقفل، ده في خطاب رسمي والاهلي اعلنه. حضرتك ليه تستضيف واحد من وتصنع فتنه ليه وتعمل بلبله ليه وتستضيف رئيس وتدي مساحه لاي حد انه يتكلم ويجيب سيره الاهلي ويتكلم ويثير الراي العام، وخليت كل القنوات تتكلم ليه؟ ليه؟ عشان نقول لك برافو انت عملت سبق صحفي؟ برافو انت عملت ترند، انت عملت ترند. بس ارجع واقول لك ان انت انسان معلش في نوايا من جواك مش نظيفه. لا كده في حاجه مش كويسه. وما تقولش انا بتاع ده جماهير الاهلي طالما زعلت مني ان انا جبت واحد استضفت رئيس نادي الرجاء هيزعلوا مني الفترات الجايه كتير لان انا بعمل اعلام. لا انت كده مش بتعمل اعلام محايد، انت كده للاسف مش بتعمل اعلام محايد. ومعلش انا اسف ما تستاهلش ان اتكلم عليك اكتر من كده، عشان كده انا اديت لك ازيد من حقك. بس انا بقول لك اللي انتوا بتعملوه دوت في الاعلام كل ده حاجات بتعمل احتقان اكتر عند الجماهير. طيب اخر حاجه عايز اتكلم فيها قبل ما اقفل الفيديو عشان طولت عليكم، معلش مشكله قفشه. انا يعني على صفحتي على الفيس اول ما حصلت مشكله قفشه لقيت هجوم جامد جدا 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 من للاسف كلها صفحات اهلاويه وبيهاجموه. يا جماعه ما هو انتوا ما تعرفوش خبايا الموضوع ايه، ليه خد ضربه الجزاء، ليه شاطها، ليه عمل كده. يعني ماشي ده لاعب وحقه انه يزعل عشان ما بيشاركش، وما صدق جت ضربه جزاء عايز يشوطها عشان يفرح جماهيره وما يبين لهمش ان هو زعلان. فانتوا يعني بلاش تهجموا قوي كده على الراجل. وادينا عرفنا اهو يعني تاني يوم لما انا اتكلمت وقلت يا جماعه بلاش نهاجم كده، دخلت على كل الصفحات الاهلاويه وكتبت وقلت يا جماعه بلاش تهاجموا قفشه، يا جماعه بلاش احنا اللي نهدم فريقنا، بلاش احنا اللي نهدم لعيبتنا. قفشه من احسن اللعيبه اللي في النادي الاهلي وكلنا عارفين الكلام ده. لكن معلش حتى لو كانت في غلطه مش هنعلق له المشنقه. احنا مش هنموت اللعيبه بتاعتنا بايدينا. فانا واحد من الناس بدعم قفشه، بقول له يعني استمر. انا واحد من الناس بقول للجماهير الاهلاويه كفايه كده عليه. قفشه خلاص هو يعني من اللي انتوا عملتوه ده هو عرف غلطته وعرف ايه المشكله. واللي في للاسف في الاخر اكتشفنا ان علي معلول هو اللي رفض يشوط ضربه الجزاء ويحترم على كده، حس ان هو مش قادر. ومعلش ما هو كان علي معلول كان ممكن يشوطها وتضيع ضربه الجزاء. انتوا بس يعني انتوا زعلتوا عشان ضربه الجزاء طلعت طلعت بره. فطالما طلعت بره خلاص بقى نطلع كل القطط الفطسانه في ايه؟ في قفشه. تمام. وبتطلعوا غلكم وبتاع وهو السبب في النقطتين. لا يعني انتوا سايبين الماتش 90 دقيقه مش عارفين يجيبوا جوان، والفريق الثاني بيلعب ب 10 لعيبه وجايين تتكلموا على ضربه الجزاء. هتقولوا لي اصل هي دي جت في الدقيقه 94 ولا الدقيقه 92 وهي دي الحياه والنجاه والكلام ده. معلش بس ملناش نصيب، ما هو في كورتين جون في العارضه ملناش نصيب خلاص. المباراه ملناش نصيب، نصيبنا ان احنا نطلع متعادلين، نصيبنا ان الفريق الثاني ينقص منه واحد في الدقيقه 20 واحنا لعيبتنا تبقى متخاذله طول ال 90 دقيقه. فما تجوش تشيلوا لاعب واحد مجمل المباراه. لا دي لعبه جماعيه، الفريق كله يشيل الخساره او يشيل التعادل اللي حصل 1-1 مع في مباراه فيوتشر. فبالتالي لا يعني نهدى شويه عشان خاطر ايه ما نحطمش لعيبتنا اكتر من كده. قفشه واحد من الناس لو مشي احنا نفسنا هنندم عليه، وانا بقول لكم قفشه لو مشي احنا هنندم عليه. قفشه من اللعيبه الممتازه اللي ما ينفعش نعمل احنا كده فيه. قفشه من اللعيبه اللي لو مشيت احنا نفسنا هنزعل عليه وهنندم عليه. لكن في النهايه ارجع واقول قفشه لعيب من اللعيبه المحترمه، من اللعيبه المجتهده. يكفي قوي قوي ان هو اللي جاب لنا الضربه سوري ان هو كان السبب في القضيه. ممكن المباراه اللي كنا لو اتهزمنا فيها كان هيتحفل علينا 50 سنه قدام يعني بجد. فاحنا بنقول له بدل ما نقول له شكرا احنا جايين دلوقتي بنهاجمه عشان اي غلطه حصلت. ده لو كان في غلطه حصلت. على العموم كلنا بندعم قفشه، انا واحد من الناس بدعمه وبقول له ما تشغلش بالك ما تسمعش لحد. والنهارده يعني في حاجه ضايقتني برده في المباراه ان الجماهير هاجمته اللي كانت موجوده في الاستاد ويقول له يا قفشه مش عارف ما تستهبلش، جماهير الاهلي ما بتتهددش. يا جماعه انتوا ما تكبروش المواضيع بس عشان خاطر ايه انتوا بتدوا لها كده ازيد من حجمها. قفشه انسان محترم ولعيب كويس، وكولر يعني اثبت لكم ان ما فيش اي حاجه شخصيه بينه وبين قفشه، والدليل على كده نزله اساسي في مباراه النهارده بتاعت فاركو. على العموم الف مبروك للثلاث نقط، ونشوفكم ان شاء الله بعد المباراه اللي جايه، وان شاء الله الدوري في الجزيره. والسلام عليكم.